بجد انا مش فاهم ليه الاعلام بيتعامل مع الزمالك على انه نادي سنغالي. دلوقتي الزمالك الممثل الوحيد لمصر في البطولات القاريه طبعا، وباقي اقل من اسبوع على اياب النهائي. فابراهيم فايق بدل مثلا ما يطمنا على الاصابات او يدعم او يناشد الامن، يخصص الساعه الكامله للاستاد بدل ما هي 46,000 فقط، وتقريبا تلت الاستاد هيبقى فاضي. لا يا معلم، ابراهيم فايق قاعد يناقش هل معتمد جمال هيستمر في تدريب الزمالك ولا لا. نص الحلقه تقريبا معتمد لو خسر هيرحل ولو كسب هيستمر. انت يعني يا اعلامي يا محايد شايف ان ده وقت مناقشه رحيل مدرب الزمالك؟ كل المواضيع ومشاكل الكره المصريه اتحلت خلاص، ومبقاش فاضل غير مشكله رحيل وبقاء مدرب الزمالك. المهم بقى فايق خلص نقاش في مشكله رحيل معتمد جمال وراتب معتمد جمال، وفاتح نقاش في شكوى زيزو ضد الزمالك في اتحاد الكره، ويا ريت اتحاد الكره يستعجل الموضوع الحساس ده. وبعدين ختم الحلقه بامكانيه تعطيل السيراميكا للزمالك وفرص فوز الاهلي بالدوري. هو ده بقى الاعلام المصري المحايد اللي لو الاهلي بيمثل مصر في دوره وديه بيعملوا فرح العمده وبيطلعوا شهر كامل لسنين قدام ولابسين تيشيرتات الاهلي. قسما بالله اعلام عار.